خصوصا مثل عبد الرحمن بن علي علي وعبد الله بن عبد الرحمن العطاس وأبي محمد بن عبد الرحمن الركاب وشريف زين وشريف سعيد بن إبراهيم مريدوس وشريف رقي بن محمد الركاب وعبد محمد بن شريف الأحدث ومن فارول وخصوصا البيت مرياني binti Jumiran wa Rustam bin Salamuddin wa Ngayim binti Womotirto wa Jumiran bin Basari Salamuddin bin Muhammad Jamil wa Jamil arwah muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum 'ala darajatihim bil jannah wa yanfa'ana bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumil nabati fid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على صل عليه وسلم.
وسلم يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالم عالم الكائن والبائن والذائل والذائب يسبح الآمن والمائل والطالع والغارب ويوحد الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أثر بديع حكمه والعجائب في ترتيب هذه القوالب خلق مخا وعدما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بندم مختلف متراكب صلى الله عليه مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريما بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائبون إلى الله لم يطال بحاجة فأولي له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين النادم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب صلى الله عليه فلا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدرك رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله سبحانه وتعالى
صلى الله وسلم بالنور قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فقره للأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه السلام. وآدم به أنيله على المراتب قيل هو نوح عليه السلام. قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام. موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب صلى الله عليه. قيل هو عيسى عليه السلام. وعيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار صلى الله عليه ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من وعي بني غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تطله الغامة تطيعها السحائب صلى الله عليه. بن ليل الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى 7 طباق ساكب صلى الله عليه. ولما قبلهم البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجزء حنين حزين الله صلى الله عليه. يدعو تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراكب صلى الله عليه. إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين قلت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فأرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب
أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلى الله عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما صلى الله عليه قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه
أهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين ضرب به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح الأرض. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده مكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام صلى الله عليه يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال صلى الله عليه قلوبهم وصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واكتسار بيدي لا الصفا وبيجود العليم بفضل الأهل الوفاء واكتسار بيدي الهادي الصفا وبيجود العليم بفضل الأهل الوفاء واكتسار بيدي
فإن النور المصون والسر المكنون
الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء تنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهر وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاكرا آمنا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
محمد صلى الله عليه وسلم مأتون بيد العناية مكحول بكل الهداية فأشرك ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء صلى الله عليه ودخل في يد من يهدي من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بكمون نار فارس وسقوط الشرافات ورمية الشياطين من السماء بشوق المحرقات رجع كل جبار من الجن وهو بسلطانة ذليل خالق صلى الله عليه عما تألق من سناه النور الساطع وأشرك ببهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضي اللهم صل وسلم وبارك على آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimi bidawail mulkillah. Amma ba'd, ta'zim wa ikraman kepada sahibul bait al-mar'atus salihah al-birrul walidain Nur Syamsiah, kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, mudah rezekinya, dikaruniai anak yang saleh wassalihah dan jodoh yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ta'zim wa ikraman kepada guru-guru mulia kita. Di sebelah kita ada Abi Muja dan juga Walid Arfarlaki, Abati Safrizal dan Tengku Ikhlas. Kita doakan guru-guru kita sehat walafiat, mudah rezekinya, mudah dalam perjalanan dakwahnya dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita di rumah daripada Ananda adik-adik masih kelas 2 SMA dengar. Tapi sudah berani membuat acara yang begitu besar karena mungkin semangatnya yang begitu besar, cintanya yang begitu besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah memudahkan segala urusan. Kalau urusannya yakin untuk baginda Nabi Muhammad, semuanya Allah mudahkan. Ini kita jadi contoh. Kelas 2 SMA sudah berani berbuat begini. Kita yang tua-tua, yang banyak fulus, apalagi yang kurang, apalagi yang ditunggu, kita rayakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga nih sahibul bait ini mendapatkan pandangan khas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umurnya yang masih muda tapi cintanya mengalahkan yang tua. Amin. Alhamdulillah malam hari ini sedikit kita berbicara tentang daripada fadilah kesukaan, kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini sunnah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Contoh, Rasulullah sangat senang dengan kurma. Kita jangan ada perasaan nggak suka sama kurma, ataupun begitu ditawarin kurma, anak nggak doyan kurma. Itu nggak etis. Karena Sayyidina Anas bin Malik waktu Nabi suka makan semangka, di situ awal dia tidak suka. Tapi karena Rasulullah suka, dia pun jadi suka. Dan yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW daripada umatnya adalah menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Ana madinatul ilm wa ali babuha. Aku kotanya ilmu dan pintu kota tersebut, pintu ilmu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajah. Jadi setiap sanad, mungkin tarikat, ini semua banyak daripada jalur Sayyidina Ali. Sayyidina Umar pernah mendapatkan permasalahan yang nggak bisa dijawab.
Dan Sayyidina Umar meminta jawaban daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi al-ilmu adalah warisatul anbiya. Ilmu adalah warisan anbiya. Innal anbiya la yuwarisu dinar wala dirham. Sesungguhnya anbiya, para nabi ini tidak mewariskan duit, tidak mewariskan dinar walaupun ataupun dirham, tapi yang diwariskan ilmu. Ilmu ini adalah cahaya, ilmu wan nur. Ilmu itu cahaya yang duduk di mana, di tempat yang baik. Maka bagi penuntut ilmu, bersihkan dulu hati, bersihkan dulu niat agar ilmu itu berkah, agar ilmu itu bisa kita amalkan. Banyak para penuntut ilmu yang ilmunya kayaknya nggak ada manfaat. Mungkin niatnya salah, mungkin hatinya kurang baik, tujuannya kurang baik dalam menuntut ilmu, sehingga ilmunya kurang berkah. Jadi untuk para penuntut ilmu juga harus mempunyai niat yang benar-benar, yaitu pertama menggapai ridha daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang paling disukai adalah menuntut ilmu. Dan cara yang paling cepat untuk mendapatkan tingkat kedekatan kita kepada Allah dengan amaliyah apapun, itu yang paling cepat dengan menuntut ilmu. Riwayat daripada Sayyidina Abbas, perbedaan antara orang awam dan orang ahli ilmu, ahli ibadah di situ, abid, dengan orang ahli ilmu itu sab'ina darajah, 70 derajat. Baina darajatain khamsah mi'ah am. 70 derajat perbedaan antara orang ahli ibadah dan orang ahli ilmu. Di antara derajatnya itu 500 tahun perjalanan. Jadi kita sampai mati pun wajib mempunyai tempat untuk menuntut ilmu. Dan apabila kita dimatikan, diambil pada hari tersebut, kita dimasukkan ke dalam golongan-golongan penuntut ilmu. Tidak sempat seminggu berapa kali, yang penting ada dalam seminggu itu sekali kita menuntut ilmu. Ya, pendapat ulama mengatakan, Sayyidina Ali bilang 3 hari. 3 hari kita tidak menuntut ilmu, tidak kena siraman ilmu, maka hati kita akan mati. Menuntut ilmu itu makanan ruh. Kita kalau tidak ada makanan nasi, nggak ada minum, mati nggak? Begitu juga ruh kita. Ruh kita ini nggak ada masuk ilmu dalam 3 hari, dianggap mati. Bagaimana juga pendapat daripada ulama, seperti Imam Syafi'i mengatakan, la khaira fih, tidak ada di dalamnya man la yuhibbul ilm, orang yang tidak suka kepada ilmu. Kalau sudah tidak ada kebaikan, berarti nggak ada manfaat. Orang yang tidak ada ilmu lebih berkata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita berkawan sama orang tidak ada ilmu itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Juga kalam dari Imam Hasanul Basri yang mengatakan, seandainya ilmu ini dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berwujud, maka wujud tersebut mengalahkan daripadanya wujud matahari, wujud bintang, wujud bulan purnama, dan wujud-wujud lainnya. Jadi indahnya ilmu ini tidak ada bandingannya kalau diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sepatutnya para pecinta Nabi Muhammad SAW, kita cinta Nabi, kita ikuti syariat Nabi sesuai petunjuk daripada ilmu guru-guru kita. Sholat, puasa, semuanya kita ikuti. Jangan seperti Abu Lahab, senang dengan perayaan Nabi tapi syariat Nabi ditinggal. Apa beda kita sama Abu Lahab? Maulid Nabi ikut kemanapun, tapi syariat Nabi nggak ada kita buat. Itu tidak ada beda dengan Abu Lahab. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman terkenal dengan apanya?
dengan kerajaannya, dengan hartanya. Tapi di balik itu semua, yang pertama Allah memberikan 3 pilihan kepada Nabi Sulaiman. Allah memberikan yang pertama harta, memberikan pilihan yang pertama harta. Yang kedua Allah berikan kerajaan. Raja, engkau sebagai raja ya Sulaiman. Dan yang ketiga Allah memberikan pilihan ilmu. Di manakah yang engkau pilih? Maka Nabi Sulaiman memilih daripadanya ilmu, maka raja dan harta diberikan bonus. Makanya yang kita ketahui cuma Nabi Sulaiman punya harta banyak, punya kerajaan yang besar. Tapi al-awwal daripadanya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Nabi Sulaiman pilih ilmu, maka diberikan semuanya. Dan riwayat mengatakan, riwayat daripada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala ini memberikan dunia wa ma fiha, dunia dan isinya ini kepada orang yang dia suka maupun dia tidak suka. Hatta orang kafir dikasih itu harta, kaya-kaya mereka. Dunia dikasih semua, nggak ada harganya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dia cintai. Jadi kalau kita ada di majelis ilmu, tandanya Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, maka itu karunia yang paling besar dalam kehidupan kita. Nah, jadi jangan pernah lepas daripada majelis ilmu, karena itulah jalan tercepat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada qiyamul lail, penting qiyamul lail, tapi tuntut ilmu itu lebih jauh lebih cepat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan pernah tinggal dengan majelis ilmu. Nggak capek-capek, derajatnya macam lompat-lompat. Macam lompat-lompat kalau kita senang belajar ilmu ini semua daripada kita ibadah. 1 jam saatan, kata di kitab Badrus Samin jelaskan 1 jam atau beberapa saat daripada orang alim menuntut ilmu lebih baik daripada 70 tahun orang beribadah, abid, orang ahli ibadah. 70 tahun banding 1 jam orang alim yang mengulang kitab-kitabnya. Nah, bagaimana tingginya derajat orang yang menuntut ilmu? Begitu juga nantinya ditimbang darahnya syuhada, orang berperang di jalannya Allah, ditimbang sama tintanya ulama, la rajahatu tinta ulama. Maka begitu ditimbang lebih berat tintanya ulama. Nah, jadi begitu derajat seorang ahli ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak zaman sekarang ini orang maki-maki ulama. Nah, jadi kalau butuh sama ulama waktu tahlil, waktu pimpin doa, tapi waktu dalam apapun yang urusan dunia ulama nggak boleh libat. Nah, jadi kenapa ulama jangan terlibat? Karena di situ halal semuanya, nggak ada yang haram. Nah, kalau ada ulama pasti bilang ada halal, ada haram. Tapi kalau jangan libatkan ulama supaya halal semuanya. Maknanya apa? Nggak ada lagi yang haram, karena tidak dilibatkan daripada ulama. Orang dulu kemanapun mau buka kedai, Pak, tanya bisyarah apa yang perlu anda jual. Karena ulama ini mempunyai nadar khas, pandangan khas yang Allah berikan kepada orang ahli ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi pandangannya ini, pendapatnya ini merupakan suatu yang memang diberikan khusus untuk orang ahli ilmu. Jadi mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita pasrahkan umur kepada ulama semuanya, bukan hal dalam hal ibadah saja, tapi dalam urusan duniawi, perniagaan, pekerjaan, semuanya kita minta rayu pendapat daripada ulama. Contoh daripada sahabat Nabi SAW, semuanya kembali kepada Nabi, padahal itu amar yang biasa, perkara yang biasa, tapi mereka pulangkan kepada Nabi. Kita juga di sini, kita punya guru, tanya sama Abi Muja apa yang terbaik, apa yang bagus, ini semua. Karena seorang guru pastilah membimbing anak-anak didiknya dan memberikan petunjuk kepada orang yang meminta di jalan yang benar. Nah, karena ulama ini warisatul anbiya, jadi mengikuti daripada nabi-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada malam hari ini tidak keluar daripada majelis ini kecuali Allah angkat dosa-dosanya, Allah angkat
segala kesusahannya, Allah lunaskan hutang-hutangnya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Kita minta Engku Sabri jangan berdoa. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جعل الله واياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم ارحمنا هذا الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القويم. اجعلنا من خير أمته وسنة بذن حرمته واشنا غدا في زمرته واستغاثنا بمنه ونصرته وأحينا بنسكنا سنته وطاعته ومنا الله والله حبه وجماعته. الله نكلمه الجنة فإنه أول من يدخلها وأذلمه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفي الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة وتجعل الغافل عنك ولا قدر السنة. الله تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا أنت من توبة ذنوبه وسلمت بداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمه الله ولهم القضاء الوصلة مثلها ولا تعلمهم أبواب سعدها فضلها. اللهم ارحمنا إذا سنة من أصحاب القبور وأبرنا لم سن يبقى سن على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين لنعمائك شاكرين ليوم لقائك من الذاكرين وعين بطانك مشغولين. وإذا توفيتنا وتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختمنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. وجعلنا من كل الأنبياء السالمين. اللهم لنا هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. واسقنا من حد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربا هنيئا مريئا لا نضمعنا أبدا وأشرنا لواه غدا. اللهم للنبي ولآبائنا ولأمهاتنا والشيخ معلمنا وذي الحقوق علينا ونجعل هذا الخير في هذه الساعة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله وزل من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pengumuman Arba'in malam besok di Rumah Quran Yai atau Kantor Safarindo Al Barokah Umroh Cabang Langsa, alamat di Gedubang Jawa. Sekali lagi, Arba'in malam besok di Rumah Quran Yai atau Kantor Safarindo Al Barokah Umroh Cabang Langsa, alamat di Gedubang Jawa. Sekian dan terima kasih.
يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام وارث الفرسان نظرة الإيمان وأمير البيان نظرة الإيمان وارث الفرسان نظرة الإيمان وأمير البيان نظرة ورفيق الرسول وصحبه الكرام وصحبه الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام عالية على بالخلق العظيم والمجد اعتلى والنصر العظيم بالخلق العظيم والمجد اعتلى والنصر العظيم وأهدي المدى شعر كريم وأهدي المدى شعر كريم ورفيق الرسول وصاحبه الكرام وصاحبه الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه